السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى دايما تكونوا بخير يا رب. ان شاء الله النهارده عامله معاكم القرص الفلاحي اللي هي الهشه الجميله اللي ريحتها حلوه جدا جدا. ان شاء الله رب تعالى تعجبكم وتجربوها. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وتدوسوا لايك. نسمي بسم الله كده ونخش على المكونات بتاعتنا. هنا عندي كيلو دقيق بتاع المعجنات او المخبوزات، كيلو من الدقيق. النهارده بقى هنعمل القرص بتاعتنا باللبن الرايب، حاجة كده طعمها حلو وجميلة جدا. كده خدت كيلو من الدقيق كده، هنحط عليه باكت خميرة فورية او ممكن معلقة كبيرة مع خميرة فورية، وهنضيف عليه بقى السكر. هنحط 3 معالق من السكر كده كبار كده، 3 معالق. وانا اللبن الرايب اللي عندي انا مدفيه حاجات بسيطة جدا يا دوبك، يعني دفيته حاجات بسيطة جدا. هنا عندي ربع معلقة ملح صغيرة. اقلب المكونات دي كده كويس جدا مع بعضيها كده، الملح مع السكر مع الدقيق مع الخميرة. وانا محضرة هنا كوباية سمنة على زيت، يعني نصها سمنة ونص التاني زيت. بصوا كوباية كده انا جايباها من العلبة على ايه، في الكوباية على طول، يعني مش مسيحاها ولا حاجة. جايبة حوالي قيمة معلقتين كده كبار من السمنة ومكملة زيت. اقلبهم كويس جدا كده واضيفهم على الخليط. انزلهم كده ايه على الدقيق، انزل بس السمنة اللي مجمدة تحت دي كده. يبقى حطينا مع كوباية سمنة على زيت. عايزين تعملوها سمنة من غير زيت ماشية حلوة قوي، عايزين تخلوها بزيت بس برضو حلوة. هنقلب بس كده ايه السمنة مع الدقيق كويس جدا كده. انا هبسهم كويس جدا جدا بايديا كده، لازم نبسهم كويس عشان القرص بتاعتي تطلع هشة ومرملة كده وحلوة من جوه. هنبسهم بقى بايدينا. وانا النهارده قلت لحضراتكم عندي كيلو لبن رايب او لبن مقطع، بنخبز بيه بنعجن بيه، يعني بتبقى يخلي القرص بتاعتنا بقى حلوه جدا كده وريحتها جميله جدا. طب انا ما عنديش لبن رايب ولا عندي لبن مقطع، انا ممكن اجيب لبن عادي من عند اللبان، بس ما اغليهوش. اجيب حله اسخنها بس يا دوبك اسخنها على النار فاضيه، واروح مفضيه عليها اللبن اللي انا جايباه من عند اللبان دوت، وغطيها لتاني يوم الصبح هيبقى لك اللبن بالشكل اللي عندي دوت. هوريهولك دلوقتي. يبقى كده اسمه لبن رايب او مقطع كده. بسينا الدقيق كويس جدا كده. طب انا مش عندي لبن رايب ولا مش عايزه اعمل مثلا باللبن، اعمل عايزه قرص طريه بس ما عنديش لبن. اجيب علبتين زبادي واعجن بيهم. بصوا بقت العجينه بتاع الدقيق بتاعي عامل زي الرمله كده. بسيته كويس جدا بالسمنه على زيت، بسيته كويس قوي. ادي بقى ايه شكل الرايب بتاعي او اللبن المقطع، بيبقى بالمنظر ده كده. شايفين عامل ازاي؟ بيبقى تحت منه كده شرش، وفوق كده تحس انه لبن مقطع كده. ده بقى اللي هيخلي لي القرص بتاعت النهارده طريه وجميله جدا وريحتها حلوه قوي. اجيب بقى ناخد بالكوبايه كده، هنشوف بس هتاخد معانا قد ايه العجينه ديت. وده كيلو لبن وده كيلو دقيق. هنحط اول كوبايه كده كلها، وبعد كده هنحط الباقي بالتدريج. هنعبي كوبايه كمان كده ونشوف هتاخد مننا قد ايه. هنعجن كل شويه نحط حبه. نعجن كويس جدا كده ونحط حبه بحبه، ما نحطش ايه الكوبايه مره واحده. يعني في البدايه ممكن نحط الكوبايه مره واحده، بس بعد كده بنحط بالتدريج. نعجن كويس جدا كده. حطينا كده تاني كوبايه. هناخد بقى نشوف هتحتاج قد ايه تاني كمان. كده حطينا كوبايتين من لبن رايب. وانتوا لو اي لبن باظ منكم بقى قطع كده ما ترموش خالص، حطوه في الفريزر هيعيش معاكم فتره طويله في الفريزر. وعند ما تيجي تخبزوا زي كده طلعوه من بالليل للصبح هيفكوا معاكم، وتروحوا مسخنينه بس على النار يا دوبك تدفوه كده وتعجنوا منه. بيبقى بقى المعجنات بتاعته حلوه جدا. هناخد كده قيمه ربع كوبايه كمان كده، ربع كوبايه. هنحط حبه بحبه برضو وهنشوف هتاخد مننا قد ايه. كده واخده مننا كوبايتين والربع كده، ونحط حبه بحبه.
ونعجن كويس جدا كده. هناخد بقى ربع كوبايه برضو ونشوف هتحتاج تاني ولا لا. طبعا نخلينا واحده واحده كده مع العجينه عشان ايه، ما يطراش مننا زياده عن اللزوم يعني. يبقى نحط حبه بحبه كده احسن. هنعجن كويس جدا كده ونشوفها محتاجه تاني ولا لا. هي شكلها ناشفه كمان، ممكن تحتاج مننا معلقتين كمان. بصوا نحس ان هي لسه برضو ايه، ما اتعجنتش كويس، وهنشوفها برضو. اهم حاجه في المعجنات لازم العجن كويس كده. هي محتاجه حوالي معلقتين كده لبن كده. ايه، اول معلقه اهيت وتاني معلقه كده. خدت معلقتين بس تاني، يعني خدت مننا كوبايتين وربع ومعلقتين. هنعجن كويس جدا كده. انا مش هحط اي سائل تاني خالص، بس عايزه عجنه بقى ايه، عجنه محترمه كده حلوه كده، تخلي كده العجينه كده ايه، مرنه ومش ملزقه وناعمه في نفس الوقت. معجنه كويس جدا كده. بصوا العجينه اهي في ايدي، بس ايه، كتر العجن فيها بقى التلزيقه اللي انتوا شايفينها دي هتروح خالص. انا مش هحط اي سوائل ولا احط دي ولا احط اي حاجه. هي بس عايزه عجنه كويسه. هنعجنها كويس تاني كده ونرجع لكم. بصوا هي قعدت اعجن فيها كتير اهي لغايه ما التلزيقه اللي كانت فيها راحت وبقت طريه. نعجن فيها كمان حبه. نعجنها كويس جدا كده. نفضل نعجن فيها كويس قوي كده. وبعد كده ايه، بصوا هي بقت طريه مش ملزقه معايا خالص. ابتدي احط بس معلقتين سمنه كده في الطبق، وبعد كده احط عليهم العجينه واغطيها باي حاجه بقى، فوطه فوق الفوطه، اي حاجه تانية عشان تخمر معايا على طول. احط بس على وشها كده معلقه سمنه كده، ولا دهنه بسيطه كده خفيفه من السمنه بس كده. ابتدي بقى ايه، اغطيها واركنها لغايه ما تخمر معايا. بس كده اغطيها بقى واروح حاطه حاجه فوق منها تاني بحيث تخمر معايا على طول. كده بعد ما خمرت معايا اهيت، اشيل بس الخمر منها كده، انزلها في الطبق عشان اشيل منها الخمر، وابتدي اقطع فيها. بس كده هشيل منها الخمر كده وابتدي ايه اقطعها كلها. هبتدي بقى اقطع بيها بقى ايه، على حسب ما انا عايزه القرصه قد ايه. يعني القرص اللي انا عاملاها دي كبيره شويه، مش صغيره قوي، لا كبيره حلوه محمله وحلوه. بص القرص قد ايه. ابتدي بقطع الكميه كلها نفس الطريقه دي كده. بضغط عليها كده بايدي، بزنقها بايدي كده، واروح ايه مطلعاها اهي تاني كمان تاني عشان يبقى شكلها من فوق املس كده وحلو. ابتدي كده نضغط عليها كمان شويه تاني، واقطعهم بقى كلهم نفس ايه الحجم ده اهي. وزي ما حضراتكم تحبوا، عايزين الحجم دوت، عايزين اصغر من كده شويه. لما هتستوي وهتشوفوها هتشوفوا شكلها عامل ازاي والحجم بتاعها كان عامل ازاي. هنقطع الكل العجينه بالمنظر ده كده اهي. قطعناها، فاضل حوالي 2 أو 3 تاني اهم، اخر حته اهي. ماشي. احسن حاجه ان انا بزنق عليها بايدي كده، بتديني شكل حلو قوي من فوق كده ناعم وحلو. وطبعا اول واحده ببقى مقطعاها في البدايه، باخدها بعد كده شكل منها بتبقى ريحت وبتتفرد معايا بكل سهوله. بصوا كده اهي. كده فاضله حته او واحده كمان، فاضله واحده كمان اهي. ومقطعاه كله سوا واحد. فاضله حته صغيره، احاول بقى اكبر بيها اي حاجه كده. دي فاضله حته صغيره جدا، اكبر بيها اي حاجه كده تاني
عشان ايه كده يبقى خلص. بصر الثوم بعيد شويه كده عشان لما اجي اشكل تشوفوني وانا بشكلها عامله ازاي. وهغطيهم دلوقتي عشان لسه احضر الحشو. عندي حته صغيره اهي، هحاول بقى ان انا ايه اكبر بيها اي حاجه جنبي كده بدل ما اسيبها بقى. بس اخد حته كده اكبر بيها القرصه، وبعد كده اغطيهم واحضر الحشوه ايه بتاعتي. يعني كده مجرد بس اغطيه بثواني بس كده. وبعد كده ايه هحشي على طول. اغطيهم عشان وشهم ما ينشفش. بس كده. هنا بقى هحشي قرفة على سكر. عندي حوالي 4 أو 5 معالق سكر على معلقة قرفة كبيرة. والحشوة التانية برضو عندي سكر اهوت على دقيق. هتقولي لي حشوة دقيق على سكر؟ اقول لكم ايوه، الدقيق مع السكر بيديني مادة في الاخر كده عامل زي الملبن. يعني انا لو حشيت السكر بس في القرص هتنشف مني، هتبقى السكر منشفها من جوه. مقطوبها كده الاقي فيه ايه وشها ناشف من جوه كده يعني. لما احط عليها دقيق بقى، الدقيق السكر مجرد ما يسيح يتشرب الدقيق بقى يتحول اكن انا حاطه ملبن جوه الايه جوه القرص. هتبقى طريه وطعمها حلو قوي. مش باينه خالص ان انا حاطه دقيق، انا حاطه بس ايه، هي فيها سكر بس القرصه طريه طريه عشان الدقيق اتشرب السكر. وبقت في نفس الوقت ايه القرص بتاعتي طريه مش ناشفه من السكر. كده قلبت بقى الدقيق حوالي معلقتين دقيق. انا حطيت 4 بالمعلقه الصغيره، هما معدل معلقتين كبار. وهنا برضو حطيت 4 أو 5 معالق سكر عليهم معلقه قرفه كبيره. لو انتوا عايزين تحشوا عجوه، تحشوا ملبن، تحشوا جبنه، حسب ما تحبوا الحشوه انتوا عايزينها ايه. بس كده. عايزينها ممكن تعملوها ساده. اجيب بقى الصينيه اللي هفرد فيها. الصواني الالمونيا تسويتها حلو جدا في كل المخبوزات. يعني الالمونيا تسويتها حلوه قوي، يخلي الحاجه كده سواها حلو قوي، احسن من الصاج او السجان يعني. فانا بحب اخبز في الالمونيا، بتبقى تسويتها حلوه جدا في كل المخبوزات. حتى في البيتزا برضو بتبقى تسويتها حلوه جدا. بس كده ادهن الصواني كويس جدا كده بالزيت. وهجيب اول واحده انا فردتها يعني شكلتها، هجيبها يكون ريحت. هتتفرد معايا بكل سهوله كده. خلاص ريحت قيمه 3 4 دقايق كده. بصوا بتتفرد معايا بكل سهوله ازاي. ما بايه ما بتلمش تاني يعني. انا بفردها ما بتلمش. بفردها شويه كده على الصينيه، وبعد كده باخدها على ايدي عشان اعرف اقفلها كويس جدا. احط الحشوه في النص كده، وبعد كده اروح عاملاها زي القطايف. اقفلها كويس قوي كده زي القطايف، اتك عليها كويس قوي عشان الحشوه ما تطلعش. بعد ما اقفلها زي القطايف كده اخدها بالعرض بالطول كده، طول القطايف كده. وافضل بقى ايه اقفل فيها، اعملها زي البهجه كده. وبعد كده اعملها كوره. وبعد كده ايه افردها بقى. انا مش عايزه القرص بتاعت النهارده ناشفه، انا عايزاها محمله وتقيله شويه يعني، تحس ان هي ايه محمله كده. مش عايزاها خفيفه عشان ما تطلعش ناشفه. عايزاه يعني السمك بتاعي حوالي سنتي كده بيبقى عالي، عشان لما تستوي القرصه بتاعتي بتبقى ايه محمله كده وايه و... وطريه مش ناشفه. اهي بالسمك. شوف السمك بقى تخين بتاعي اهو حوالي سنتي عشان ما تبقاش ناشفه. احطها في الصينيه كده. بس هنعمل واحده كمان بالقرفه. بصوا نفردها الاول في الصينيه الاول، وبعد كده اخدها على ايديا. عايزين تعملوها ساده يبقى مش هتحطوا حاجه، تفردوها على طول وتحطوها في الصينيه يعني زي كده، وتحطوها في الصينيه من غير حشو ولا حاجه. دي كده نعملها زي القطايف. نضغط عليها كويس جدا. العجينه مرنه معايا وخمرانه وجميله جدا. وبعد كده ناخدها نعملها زي بهجه كده. ونفضل بقى ايه نضغط عليها لغايه ما تتقفل تماما. وبعد كده ايه نكورها تاني عشان تدينا شكل حلو في الاخر وما تتفتحش مننا خالص. وبعد كده نبططها بقى ايه القرصه تبقى ايه سمك تقيل شويه مش خفيفه قوي. بصوا القرص بتاعتي كبيره مش صغيره اهو الحجم ده كده. كده بقى هنعمل بقى اللي هو بالسكر والدقيق.
العجينه بسم الله ما شاء الله زي الفل اهي. نحط بقى الحشوه بتاعتنا كده ونضغط كويس جدا، نقفلها كويس قوي. اهم حاجه الحروف بتاعه القرصه ما تطولش الحشوه، عشان لو طالت الحشوه مش هتقفل معايا، هتعمل عازل ومش هتقفل معايا. اهم حاجه ان الحروف بتاعه القرصه ما يطولهاش الحشوه، اي حشوه ما يطولهاش خالص، عشان تعمل ماده عازله مش هتقدر تقفل. فنحاول نحط الحشوه بتاعتنا في النص من غير ايه الحروف ما ايه ما تطولهاش الحروف. يبقى هنعملها في صينيه تانية عشان يبقى ده لوحده وده لوحده. السمك ده هو تخينه كده. هنعمل واحده كمان اهي، بصوا بتتفرد معايا بكل سهوله اهيت. والحشوه بتاعتي بحطها في نص القرص بحيث ان الحروف بتاعتي ما يطولهاش حشوه، لو طلعتها حشوه تعمل ماده عازله مش هتقفل، تبقى تتفتح على طول كده. خلاص هقفلها كده كويس جدا جدا اهي. وبعد كده اكورها تاني كده شكل، يبقى الشكل حلو اللي من فوق كده. وبعد كده ايه هفردها بس كده. الكورت بقى شكلها حلو مدور كده، اروح ايه فردها برضو مدوره كده بس كده. هنعمل الكميه كلها كده بنفس المنظر ده، شويه بالقرفه وشويه بالسكر لغايه ما نخلص كل الكميه ونرجع لكم تاني. كده خلصنا كل الكميه. بصوا القرص كبيره مش صغيره ما شاء الله، يعني الكيلو عمل لي قد ايه قرص اهي. بسم الله ما شاء الله. في صينيه تاني كمان وقرص كبيره. لو عايزين تصغروا عن كده عادي صغروا حسب ما تحبوا انتوا عايزين القرص شكلها عامل ازاي. هنبتدي بقى نغطيهم دلوقتي لغايه ما يخمروا، حوالي يقعدوا لهم تلت ساعه نص ساعه قبل ما يخمروا الخمر التاني. اهم حاجه في المخبوزات ان هي تخمر مرتين كويس جدا. كده خلاص بقى خمروا معايا. نبتدي بقى نشيل الغطا اللي عليهم دوت. ما شاء الله يعني بصوا الخمر بتاعهم بقى عامل ازاي، عليوا وتفاعلوا جامد اهوت. انهم كلهم خمروا في وقت واحد اهوت عشان غطيتهم كلهم. ابتدي بقى ايه احط بقى على الوش ان شاء الله كده. هحط قشطه باللبن وهبص هنغرز بس على الوش خالص كده ايه بالشوكه، يا دوبك كده ايه علامات بسيطه جدا كده كشكل يعني. انا ما بحطش غرزت الشوكه قوي عشان ما اشيلش الخمر بتاعهم، يا دوبك كده حاجات بسيطه جدا من على الوش. بص الشوكه يا دوبك يعني تتحرك كده على الوش. ومحضره عندي قشطه اللي هي قشطه بتاعت اللي بتبقى على وش اللبن ديت، انا بشيلها بحطها في الفريزر بستعملها يعني لاي حاجه. اخدت منها معلقه وازودها معلقتين لبن او ثلاثه بحيث ان انا اخففها ان هي تقيله طبعا. بصوا القشطه هي دي القشطه اللي انا عاملاها. اوريكم بقى القشطه التانيه بتبقى عامله ازاي اهيت. بحطها في الفريزر، دي قشطه اللبن بحطها في الفريزر. خدت منها معلقه كبيره وخففتها باللبن بالمنظر ده كده عشان بتبقى كتله واحده يعني. وبعد كده ادهن بقى بينها القرص دي، بقى بتبقى ريحتها وطعمها فظيع، بتبقى حلوه جدا. معجونه بقى باللبن الرايب وعلى وشها قشطه، يعني حاجه كده من الاخر. المخبوزات دي بتبقى خير كده في البيت كده، وحاجه كده حلوه جدا. ريحه البيت بتبقى خير وحاجه جميله جدا كده في البيت كله. ريحه المخبوزات دي تعملي قرص تعملي اي حاجه حلوه كده في البيت، حاجه جميله. بس كده ادي الكميه. طبعا انا مولعه الفرن قبليها ب10 دقايق كده مخليها سخنه جدا، وبحطها على الرف الوسطاني. وبعد بتاخد تلت ساعه على الرف الوسطاني. وبعد كده مجرد ما القعر بتاعها بيحمر اروح مولعه ايه فوق منها الشوايه كده، وفي ثواني بتديني اللون الذهبي الجميل كده. ما بتاخدش اي وقت في التحمير يعني، بس هي في التسويه بتاخد تلت ساعه وحسب انواع الفرن اللي عندكم. يعني في فرن شديده جدا، في فرن بطيئه، يعني على حسب ما تقعد، يعني حسب ما تقعد ممكن تقعد تلت ساعة ممكن ربع، حسب ما تقعد في الفرن. يعني تلاقيها استوت خلاص احمرت من تحت، نروح مولعين تحت فوقيها ايه الشواية كده. انا دهنت الوش كله. ابتدي بقى احط سمسم، مش على كل، يعني في جزء احط سمسم وفي جزء احطه سادة اخليه سادة. اهم حاجة ندهن الوش كويس جدا جدا كده عشان يدينا بقى ايه ريحة وطعم، ويخلي الوش طري برضو جميل جدا. لو ما عندكوش مثلا قشطه ممكن تجيبوا كوبايه زبادي وتدهنوا بيها الوش بالزبادي. مش عايزين تحطوا زبادي او مش يعني اي حاجه يعني. ممكن بميه ندهن الوش ده بميه عشان نحط سمسم
بس الميه ما بتخليش السمسم بيقعد يعني فتره كبيره على وش القرصه. اللي بيخلي السمسم يلزق على القرص اللي هو اللبن او القشطه او الزبادي او البيض. بيخلي الحاجه بتلزق على وش القرص. يعني اي حاجه انتوا عايزين تحطوها، زي مثلا عايزين تحطوا شوفان، عايزين تحطوا سمسم، حبه البركه، اي حاجه على الوش اللي بيخليها تلزق قوي الزبادي او البيض والقشطه برضو. لكن الميه لا، ما بيخلوش يقعد فتره كبيره على الوش يعني. كده خلاص حطينا بقى على كله سمسم وساده وحطيناه في الفرن، وطلع من الفرن حطينا على وشه ايه، رشه خفيفه جدا من الميه. شايفين بيطلع بخار كده ويعمل صوت، ونروح مغطينه على طول. مجرد ما بنعمل رشه ويعمل الصوت اللي بنسمعه كده، اول ما الحاجه بتطلع من الفرن تحطي عليها ميه وتطلع لك ليها صوت كده، على طول تروحي مغطياها. هي رشه خفيفه جدا، اغطيه كده عشان يديني طراوه وايه، ويبقى طري وحلو جدا. كده خلاص خلصنا الكميه، بسم الله ما شاء الله. يعني بصوا الكيلو دي عمل لي قد ايه قرص كبيره مش صغيره. شايفين القرصه قد ايه ما شاء الله. شايفين التسويه من تحت حلوه جدا وطري جدا. شايفين هش كده وجميل جدا. حاجه كده معموله في البيت، نضيفه وريحتها وطعمها جميل جدا. وتفرحي اولادك كل يوم هم رايحين المدرسه، تديهم قرص، تديهم اي مخبوزات انت عاملاها في البيت بايديكي. حاجه حلوه جدا ليكي وليهم. اهي كده عملنا كل الكميه اهيت. طلعناها يعني، وهوريها لكم دلوقتي. هي سخنه جدا، هوريها لكم. اقطع لكم منها واحده. يعني هي بدت يعني ايه، طلعتها بقى لي شويه كده. شايفين عامله ازاي طريه جدا وحلوه قوي. اقطع لكم بس بالسكينه كده واحده او اتنين تشوفوا بس. اللي محشيه بالسكر دي محشيه بالسكر هشه وجميله. بصوا السمك بتاعها عامل ازاي وطريه جدا، حلوه قوي قوي وطعمها حلوه جدا. دي عشان بس بالسكر، هي مش واضحه قوي، هي بالسكر والدقيق بس. هشه وحلوه قوي. هعمل لكم برضو، اقطع لكم واحده بالقرفه. اللي يشوفها يقول عليها معموله بالعجوه. بصوا طريه ازاي وجميله جدا. بصوا القرفة عاملة زي العجوة في قلب القرصة. شوفوا عاملين الشكل عاملة ازاي وطرية وجميلة. بتقعد لغاية ما بتخلص وهي بالطراوة دي. انا بحط الكمية كلها في الفريزر، وبسحب منها كل يوم من بالليل. اطلع احطها في فوطة، وجوه الفوطة قصدي احطها في فوطة، واحط الفوطة في كيس عشان تبقى طرية لغاية الصبح. تبقى جميلة جدا اكنك لسه عاملاها، ولا بتبقى ناشفة ولا اي حاجة. بتبقى حلوة جدا. اتمنى ان الطريقه تعجبكم وتجربوها، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم جديد، وتدوسوا لايك. وان شاء الله باذن الله اشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.